عائلة الخنازير كبيرة جدا وأكبر وأعقد بكتير من اللي البرنامج عايزك تصدقه. لمدة 20 سنة وإحنا بنشوف نفس العيلة اللي فيها 4 بس، لكن أول ما تبدأ تدور في أصول عيلتهم هتكتشف إن عيلة بيبا أكبر بكتير مما كنت متخيل. النهاردة إحنا بنفتح ملف عيلة الخنازير الرسمي، هنتتبع النسب من الأجداد الأشباح اللي فاتوا لحد الوافدين الجداد اللي لسه جايين دلوقتي. ده التحليل الكامل لشجرة عيلة الخنازير، وبعض الروابط دي هتخليك تعيد تفكيرك في كل حاجة كنت فاكر إنك عارفها عن عالم بيبا. لازم نبدأ مع أكتر عضو غامض في العيلة، خنزيرة اسمها اتقال أول مرة قريب، العمة الكبيرة إيفي. لو كنت فاكر إنك عارف كل القرايب، دي هي اللي هتغير رأيك. ولا، إحنا مش بنتكلم عن أخت بيبا الصغيرة الجديدة، إحنا بنتكلم عن إيفي الأصلية. العمة الكبيرة دي كانت مهمة لدرجة إن مامي بيج اختارت تسمي بنتها الجديدة على اسمها تكريما ليها. دي عمتك الكبيرة. ومع ذلك عمرها ما ظهرت على الشاشة. ليه؟ عشان وقت ما بيبا اتولدت كانت العمة الكبيرة إيفي خلاص مش موجودة. هي موجودة بس في ذكريات الكبار، فرع شبح في شجرة العيلة اللي اتذكر أخيرا أثناء مقابلة بابا بيج عن ولادة البيبي الجديد. من الأدلة اللي جمعناها باين إنه العمة الكبيرة إيفي من ناحية الأم تحديدا، الجدة بيج هي بنت واحد من إخواتها، ومع إن الجد بيج بالكاد فاكرها، الجدة بيج بتفتكرها بوضوح، يوحي إن في صلة دم قوية بينهم. دي أقدم قريبة في عائلة الخنازير عندنا، أي سجل عنها. اللي بعد كده في السلسلة هي جدة بيج، هي بنت واحد من إخوات العمة الكبيرة إيفي، ومع إننا مش عارفين اسم والدينها، شخصيتها بتحكي حكاية لوحدها من برا. هي الجدة الطيبة التقليدية اللي بتحب الفراولة والزراعة بس شكلها خادع. دايما في تلميحات إنه الجدة بيج كانت متمردة جدا في شبابها. هي مهووسة بموسيقى الروك واجتماعية جدا، ولسه بتعمل حفلات ضخمة تخلي معظم المراهقين يبانوا هاديين جنبها. وكمان نقلت أسرارها لبيبا وعلمتها إزاي تصنع عطورها بنفسها. لكن أكتر حاجة مميزة فيها هي مجموعة الفراخ اللي عندها سارة، فانيسا وجيمايما. هي بتعاملهم زي الملوك، بس زي ما هنشوف مش كل اللي في البيت بيشاركها حبها للمقيمين دول في الجنينة. جدو بيج هو اللي دايما بيتخانق مع الفراخ، وده غالبا عشان هما بيعتبروا الخضار اللي كسب بيه جوائز بتاعه بوفيه مفتوح. هو حتى وصل بيه الحال انه يغير اساميهم ويسميهم توم وديك وهاري بس عشان يغيظ مرته. بس جدو بيج مش مجرد فلاح نكدي، هو راجل عنده تاريخ طويل مع الابحار. هو بحار متقاعد ونادرا ما بيشيل قبعة البحار بتاعته، ودي دايما بتفكره بأيام زمان الحلوة لما كان بيبحر. منافسته مع جدو دوج بقت أسطورة، منافسة ودية لكن شرسة بين 2 من البحارة القدامى. في شبابه جدو بيج كان كمان راكب موتوسيكلات جامد. هو وجدة بيج كانوا بيركبوا الموتوسيكل ويلفوا في الريف وهم لابسين جاكيتات جلد. العيلة دي ما كانتش دايما عيلة تلال هادية وبرك طين، كانت عيلة متمردين وصية. وبما اننا بنتكلم عن المتمردين لازم نتكلم عن فرد العيلة اللي كان شبه شبح لأكتر من 10 سنين، العمة دوتي. لسنين طويلة ما كانش أكتر من اسم على علبة لعبة. اتذكرت مرة واحدة في 2011 وبعدها محدش جاب سيرتها تاني. المعجبين قعدوا أكتر من 10 سنين يتساءلوا هي تبع انهي ناحية في العيلة. معظم الناس افتكروا انها أخت بابا بيج، لكن لما ظهرت أخيرا في حلقة عيد الشكر الحقيقة اتكشفت، هي أخت مامي بيج اللي كانوا فاقدينها من زمان. العمة دوتي عايشة في بلد تانية، ومع انها بتبعت هدايا إلا أنها غريبة ومنفصلة عن العيلة بشكل غريب. هي عمرها ما قابلت جورج ده حد قريب، وما قالتش حتى لأختها إنها جاية تزورهم. يا ترى هي بس بتنسى ولا في سبب خلاها تبعد عنهم كل السنين دي؟ وده يخلينا نتكلم عن نومي بيج نفسها. زي والدتها بالظبط بتظهر بشكل معين، الأم المسؤولة اللي قاعدة في البيت، بس ده قناع متظبط بعناية. مامي بيج في السر هي أكتر واحدة قادرة في المدينة. هي كاتبة وبتشتغل على الإنترنت وكمان متطوعة في الإطفاء. هي أذكى بكتير من بابا بيج، وغالبا بتحل المشاكل في ثواني اللي بياخد هو ساعات وبيفشل فيها. هي العمود الفقري للعيلة، لكن كمان باين إنها بتفصل حياتها المهنية وشغلها على الإنترنت عن العيال. بس دلوقتي لازم نروح للجانب المظلم من شجرة العيلة، ناحية الأب. هنا الشجرة بتقف عن النمو وبتبدأ تبان مشبوهة. تعالوا نتكلم عن أهالي بابا بيج، أو بالأصح عن حقيقة إنهم مش موجودين. في 20 سنة من التلفزيون بيبا عمرها ما قابلت جدودها
من ناحية أبوها. عمرهم ما تذكروا ولا اتصلوا بيهم ولا حتى شفناهم في صور. ليه؟ غالبا هم توفوا من زمان، بس لو كانوا لسه عايشين السكوت ده هيبقى مرعب أكتر. ده معناه إن بابا بيج وأخوه العم بيج قطعوا علاقتهم بيهم تماما. في عالم العيلة في كل حاجة. اختفاء أهل بابا بيج تماما هو أكتر حاجة مريبة في المسلسل. احنا عارفين إن بابا بيج عنده أخ أكبر العم بيج، هما شبه بعض جدا، بس العم بيج جسمه أنشط شوية وعنده دقن سميكة وسودة. هو شخص مرح، بس واضح إن في منافسة بين الإخوات بينهم. العم بيج بيكره يتقارن بأخوه الصغير، خصوصا لما الموضوع يجي على وزنهم. هو الأخ الأكبر الناجح ومتجوز من طنط بيج، ست شبه مامي بيج بشكل غريب، نرموشها لشخصيتها الهادية والحالمة. هم بيمثلوا نسخة موازية من حياة بيبا، عايشين في بيت مختلف وليهم قواعدهم الخاصة. وبعدين في الراجل نفسه بابي بيج، هو واحد من أقوى الشخصيات في المسلسل، ومش بس بنتكلم عن قدرته إنه يطير بجسمه الضخم في الهواء زي سوبر هيرو. بابي بيج مهندس على مستوى عادي، هو بيتعامل مع مخططات معقدة ومشاريع بناء بتحتاج ذكاء كبير. طب ليه بيتصرف بشكل أخرق كده؟ ليه مش قادر يعلق صورة بسيطة على الحيطة؟ بعض المعجبين بيعتقدوا أن تصرفات الأب الأخرق دي تمثيلية، طريقة منه يخلي عيلته تضحك عشان ما يسألوش كتير عن حياته المهنية المليانة ضغط. بس في لغز تاني مدفون في مكتب بابا بيج. في صورة أبيض وأسود على مكتبه لخنزير صغير جنب خنزيرة أنثى. الصورة قديمة قوي ومش ممكن تكون بابا وجورج، شكلها صورة طفولي لبابا بيج وأخته اللي عمرنا ما شفناها. لو الخالة دوتي هي أخت مامي بيج، يبقى مين الخنزيرة اللي في صورة بابا بيج؟ يا ترى في عمة تانية موجودة واتمسحت تماما من تاريخ عيلة الخنازير؟ وأخيرا لازم نبص على الجيل الجديد، الأطفال اللي هيكملوا مسيرة عيلة الخنازير. نبدأ بكلوي. كلوي شكلها عندها حوالي 10 سنين وبتتصرف زي الكبار. هي مش هتلعب ألعاب الأطفال إلا لو حد أصغر زي جورج حب يلعبها. وبعدين عندنا بيبا نفسها، النجمة اللي عندها 4 سنين ومليانة طاقة وأنانية. هي تتعلم إزاي تكون قائدة حتى لو لازم تتخانق مع كل عشان توصل لكده. وطبعا جورج اللي عنده 2 سنين وكل كلامه تقريبا عن الديناصورات. لسنين كان جورج هو أصغر واحد في العيلة، الطفل المدلل، بس اللقب ده اتسحب منه رسمي، وصور الطفل ألكسندر ومؤخرا الطفلة إيفي غير شجرة العيلة للأبد. ألكسندر هو ابن العم خنزير وكان أول طفل جديد في العيلة، لكن إيفي الصغيرة اللي تسمت على اسم العمة الغامضة دي هي أكبر تغيير حصل في البرنامج. هي الطفل الثالث اللي كسر التعادل وبقت هي محور الاهتمام الجديد. هي بالفعل بتبين شخصية لعوبة، واستبدلت ديناصورات جورج بهوسها الخاص ببطاط الاستحمام. لما تجمع كل ده، شجرة عيلة الخنازير مش مجرد خط بسيط من الأقارب، دي شبكة معقدة من بحارة قدامى وراكبي دراجات متمردين وجدود مفقودين واخوات سرية. من ذكرى العمة العظيمة إيفي الشبحية لحضانة الطفلة إيفي الجديدة، عيلة الخنازير دي سلالة مبنية على الأسرار. يا ترى في كام قريب تاني مستخبي في بلاد تانية؟ وهل هنعرف الحقيقة عن أهل بابا بيج؟ قولولنا نظرياتكم في التعليقات. تتوقعوا شجرة العيلة دي عميقة قد إيه؟ اتأكد إنك تشترك عشان ما يفوتكش تحقيقنا الجاي عن حياة شخصياتك المفضلة الخفية.